بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده هقولك فيها ازاي تحولي السمن النباتي لسمن بلدي. طريقه سهله وبسيطه. هنحول فيها السمنه النباتي لسمنه بلدي نفس وريحه طعم السمنه البلدي، بمكون كلنا بنستغنى عنه كمان بنتخلص منه ونرميه. هنحوشه مع بعض ونستخدمه في ان احنا نحول السمنه النباتي لسمنه بلدي. انا اول حاجه عندي هنا هجيب علبه من السمنه النباتي دي، تقريبا وزنها حوالي 700 جرام، واستخدمي اي نوع انت بتحبيه. هحولها معايا لسمنه نباتي بلدي بنفس وريحه طعم السمنه البلدي، وكمان بتطلع معايا كميه من المرطه كبيره كده لو حابه تستخدميها في اي استخدام. وكمان هنضاعف الكميه، يعني دي تقريبا حوالي كيلو الا ربع من السمنه النباتي، هنحولها تقريبا لحوالي كيلو ونص. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بمكون سهل وبسيط خالص. بس في الاول اعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك المحتوى اللي انا بقدمه. دي كل كميه السمنه اللي طلعت معايا من تقريبا كيلو الا ربع من السمنه. اول حاجه عندي هنا بحوش وش اللبن. بنجيب اللبن نغليه ونحطه في التلاجة يوم بليلة، وبعد كده نشيل الوش بتاعه نحطه في علب زي دي كده، علب جبنة، علب حلاوة، علب مستخدمين عشان لو فرقعت في الفريزر. وبحوش كمية تقريبا ده حوالي نص كيلو من وش اللبن. هجيب حلة كبيرة كده وهحط فيها الوش اللبن اللي احنا حوشناه مع بعض ده، وافضل ان انا افكه كده من العلبة وهو مجمد عشان العلبة تطلع معاكي نظيفة وتكون سهلة في غسلها، لان انا بغسل العلب دي وبخليها تاني عشان احطها في الفريزر ونحوش فيها وش اللبن. طب انا لو ما عنديش وش لبن ممكن تشتري نص كيلو من القشطة وتعملي بيه الوصفة بتاعتنا دي. هيحول معاكي اي سمنة نباتي لسمنة بلدي بنفس طعم وريحة السمنة البلدي. بعد كده هسيبها تفك شويه حوالي ساعه او حاجه، وبعد كده هاخدها ارفعها على النار زي ما احنا شايفين كده لحد ما تفك معايا وتبدا تغلي. عفوا. اول ما تبدا تغلي بقى، النار كانت عندي عاليه، ههدي النار اخلي النار تكون بسيطه خالص، ولو عندك شريطه من بتاعه الرز ممكن تحطيها تحتيها كمان. واهم حاجه عندي هو التقليب. تقريبا بتاخد حوالي نص ساعه، كل شويه كده 10 دقايق ابدا اقلب فيها لحد ما تفصل معايا وتلاقي فيه على الوش كده سمنه، وطبقة من الدهون كده ساحت معايا. دي القشطة اللي احنا حوشناها من على وش اللبن، وطبعا زي ما قلتلك ممكن تستبدليها بتشتري نص كيلو من القشطة. في المرحلة دي بقى هاخد علبة السمنة اللي احنا جبناها مع بعض، اي نوع طبعا انت بتحبيه وبتفضليه وبتستخدميه، ونضيفها على السمنة بتاعتنا اللي طلعت معانا على وش من وش اللبن، ونبدأ نقلب الاتنين مع بعض كده. تقريبا المرحلة الأولانية خدت نص ساعة، المرحلة دي تقريبا هتاخد معايا حوالي ربع ساعة، والنار عندي هنا بتكون لا عالية قوي ولا واطية قوي. وابدأ اقلب فيها، كل ما تقلبي فيها هتلاقيها تطلع سمنة معاكي اكتر، وريحة السمنة النباتي بتطلع والسمنة البلدي بتثبت معاكي. وهحط لها كمان نص معلقة صغيرة كده من الملح، بتدي طعم حلو كمان للسمنة بتاعتنا وبتحافظ عليها. وابدا اقلب فيها لحد المرطه بتاعتي ما تاخد لون فاتح خالص زي ما احنا شايفين كده. وبكده حبايبي يكون احنا حولنا السمنه النباتي لسمنه بلدي، وكمان ضعفنا كميتها. عمري اللي هياكل منها ما هيفكر ان هي سمنه نباتي. جربي الطريقه دي وان شاء الله هتعجبك. وابدا اقلب فيها كده والنار عندي بتكون وسط، وبعد كده اول ما تبدا تلون معايا المرطه بلون بسيط اروح مطفيها على النار. وطبعا زي ما طفيت النار وشوفي لسه بتغلي معايا لحد ما اخد اللون اللي انا عايزاه للمرطه بتاعتنا، واسيبها تبرد تماما لحد ما تستحملي ايديكي كده ان انت تلمسيها. ونجيب بقى برطمانات عندنا معقمينها وغسلينها كويس جدا، ويفضل تكون برطمانات ازاز، ونبدا نصب فيها السمنه بتاعتنا. يبقى من مكون واحد بس كنا بنستغنى عنه وهو وش اللبن بنحوشه في الفريزر، بنحول بيه اي سمنه نباتي لسمنه بلدي. وطبعا هي طالعه معايا هنا لونها اصفر لان انا وش اللبن بتاعي بقري، وكمان انا مستخدمه لونها اصفر كمان السمنه. ولو انت حابه لو عندك وش اللبن بتاعك جاموسي هتجيبي السمنه بتاعتك يكون لونها ابيض، مش بتفرق في الطعم اي حاجه، بس طبعا عشان تديكي لون كويس للوصفه بتاعتنا. كده حبيبي خلاص انا صبيت السمنه بتاعتي بقى، ونستخدمها في معجنات، في طبيخ، تعملي بيها بشاميل، تعملي بيها صينيه بطاطس، تستخدميها في المعجنات بتكون حلوه جدا وبتديكي نتيجه حلوه. وعمر اللي هياكل منها ما هيفكر ان هي سمنه نباتي. كده يا حبايبي تكون الوصفة بتاعتنا النهاردة خلصت. ودي المرطة حافظة ان انا احطها كده في علبة في التلاجة، ممكن تستخدميها تعملي منها مش، تعملي منها تاكليها كده، تحطيها على بيض زي ما بتحبي وتفضلي.
طريقة سهلة وبسيطة، جربيها ان شاء الله تعجبك. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهارده. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك ولا معلومه مفيده وسهله وسريعه. متنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناه. لو انت لسه ما اشتركتيش اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك باللون الاحمر، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير وشير الفيديو مع الاصدقاء والاحباب لو عجبك المحتوى.